السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة، ويسعد قلوبكم ويحقق لكم كل اللي بتتمنوه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. ودخلنا على الفيديو على طول. أنا فرمة بصل كتير، بما يعادل 3 بصلات كبار. جزء زي ما انتم شايفين في قلب البلاستيكة اللي قدامكم ديت او البولة، والباقي في الكبة هحطه اقسمه على المقلاية او الطاسة اللي قدام حضراتكم، وشوية في الصينية التانية ديت. هعمل كذا حاجة النهاردة. هعمل ايه؟ فضل خير ربنا. اول حاجة هعمل محشي اسفة حمام، وهعمل مكرونة بشاميل. اول حاجة قسمت كمية البصل اللي كانت معايا في الكبة على المقلاية وعلى الصينية. الكثير في الصينية عشان هعمل بيه تعصيجة اللحمة المفرومة، والحبة اللي في المقلاية او في الطاسة هعمل بيهم، هشوحهم وبعد كده هحط عليهم الكبد والقوانص بتوع الحمام. آه بس لما الاول اشوح البصلة هنا وهنا، واحط نفس التوابل برضو هنا وهنا. في حد في الولاد ما بيرضاش ياكل الحمام، فكان عندي 3 حمامات، بأمانة ربنا كنت ناسياهم اصلا، ناسيه ان هم موجودين عندي في التلاجة. كانوا من اواخر رمضان كنت جايباهم. ف وانا بقلب يعني في الفريزر كده لقيتهم، فطلعتهم قلت اما اعملهم. وجبت فضلة خير ربنا وركين كده، قلت برضو اعملهم جنبهم لان في حد في الولاد مش بيحب الحمام. فجبت الكبد والقوانص بتاعت الحمام وقطعتها صغيرة كده، وبعد كده حطيتها مع البصل تتشوح. وهنا دي اللحمة المفرومة 350 جرام لحمة مفرومة. ممكن حد يقول لي انت ليه مصممة كل مرة على 350 جرام لحمة مفرومة؟ هقول لكم يا جماعة، انا ساعات بجيب مثلا كيلو الا ربع لحمة مفرومة وبقسمه على اكلتين، او بجيب نص لحمة مفرومة وما بعملوش كله. ليه؟ علشان ولا يبقى كتير ولا يبقى شوية. فبقوم عندي ميزان في البيت، باخد ال 350 جرام واخلي الحبة اللي فاضلين، ممكن بعد كده برضو اجيب نص واخلي الحبة منهم فاضلين. فبعد كده ممكن ادور الاقي عندي كمية لحمة مفرومة ممكن اعمل بيها اكلة من اول وجديد خالص. دي فكرة من الافكار اللي انا ماشية بيها، والحمد لله انا ناجحة في ان انا ادبر اموري بالطريقة دي. هنا حطيت الكبد والقوانص واتشوحت، وحطيت لها شويه ميه بعد ما كنت غليهم في الكتل، سبتهم عليها برضو عشان ياخدوا سوا شويه على ما احضر الرز. ونفس الحكايه بالنسبه للحمه المفرومه، سبتها اتعصجت وحطيت لها شويه ميه برضو. وبعد كده عندي الحله حطيت فيها ميه سخنه وغلت الميه، وده نص مكرونه بينا عشان اعمل بيه صينيه المكرونه البشاميل. طبعا اللي هياكل حمام هياكل حمام، واللي هياكل الاوراق اللي انا جبتها قلت اعمل مكرونه بشاميل صينيه مش كبيره قوي، علشان ياكل معاها مكرونه بشاميل. واللي حابب ياكل مكرونه بشاميل مع جنب الحمام، يعني من ده ومن ده. حطيت هنا الرز بعد ما غسلته كوبايه رز واحده بس، وحطيت شويه صويا صوص وشويه دبس رمان بيدوا طعم حلو للرز بتاع الحمام، مع البهارات طبعا اللي هي العادية الطبيعية بتاعتنا اللي احنا كلنا عارفينها. وحطيت برضو هنا شوية مية من الكتل بيغلوا، ومشغطش الرز طبعا كله، هسيبه يستوي 3/4 سوا. وحطيت مع اللحمة وانا بعصجها معلقة صلصة عشان تعزز الطعم، يبقى بتديها طعم احلى يعني. هنا اللحمة خلاص اتعصجت، وهنا جبت الورك بعد ما غسلتها كويس، هحطها بقى على النار وبسيبها تتشوح. وبعد كده البصل اللي انا كنت ركناه على جنب في العلبة اللي كانت قدام حضراتكم ديت، هحطها على الوراك، واحط فلفل اسود واسيبها تتشوح. هنا كان الرز خلاص استوى يعني، بقى 3/4 سوا. هفضيه هنا في الصينية يبرد عشان احشي بيه الحمام. وبعد كده طبعا هخش على اللهم صل على النبي، على البصل زي ما قلت لحضراتكم اهوت في العلبة اللي قدام حضراتكم ديت، ضفته على الاوراق وحطيت شوية ملح وهحط شوية فلفل اسود وشوية 7 بهارات، واسيب الوراك تتشوح. وبعد ما تتشوح هكون برضو غالية المية في الكتل، هضيفهم على الوراك بتاعتي، وسايبه المكرونه تتسلق زي ما حضراتكم شايفين على العين اللي ورا ديت. وهنا جبت
شوية زيت ومعلقة سمنة، وجبت 4 معالق دقيق، ولا مليانة ولا، يعني انا حطيت 3 معالق هرمية، والرابعة يعني ما خليتهاش مليانة قوي عشان انا مش عايزة البشاميل يفيد. هنا كانت الاوراق اتشوحت، ضفت طبعا المية بتاعتي المغلية، بحط برضو يا جماعة في الاوراق وهي بتتشوح او ايا كان، يعني ساعات لما يبقاش عندي طماطم او مش فاضيه اعمل عصير طماطم، بجيب معلقه صلصه صغيره كده وبحطها في التشويحه بتاعه الفراخ. وهنا كان عندي كيلو لبن، بعد ما طبعا شوحت الدقيق وريحه التشويح طلعت كده وريحه الدقيق طلعت، حطيت كيلو الا ربع لبن، وحطيت هنا شويه ملح وشويه بابريكا وشوية فلفل اسود عشان تكسر بس اللون بتاع البشاميل، يعني ما يبقاش لونه ابيض يعني فاتح، يعني بخليه يعني يدخل في اللون مثلا البينك كده بس. وبعد كده جبت البايركس بتاعتي وحطيت فيها شوية بشاميل من الارضية، وهاخد بقى شوية بشاميل من اللي موجودين في الحلة دول، هحطهم على المكرونة بتاعتي كلها وادمج بقى واقلب. وبعد ما ادمجهم واقلبهم انا بعمل المكرونه يا جماعه من ساعه ما اتبعت الطريقه دي وانا لقيتها بالنسبه لي وبالنسبه للولاد افضل، بقيت اعملها كده، ما بحطش طبقتين مكرونه. يمكن قلت لحضرتك كل اللي متابعني قلت المعلومه دي قبل كده، بحط طبقه واحده بس مكرونه، وبعد كده بحط طبقه اللحمه المتعصجه، او لو كانت فراخ متعصجه ايا كان، يعني طبقه واحده بس. وبعد كده برجع احط بكمل بشاميل، وطبعا مشغله الفرن بقى، وادخلها هدخلها الفرن في ارضيه الفرن يعني، او في قاع الفرن. هنا بقى جبت الحمام بتاعي بعد ما الرز برد، بحشي بقى البطن بتاعته دي، او بحشيه من الخلفيه كده، كميه رز مناسبه، ولا كتيره ولا شويه، بس ببقى عامله حسابي ان انا سايبه البطن مهويه شويه، علشان خاطر طبعا الرز لسه هيكمل سوا، بس هو واخد 3/4 سوا، فهو كده كده مش هيزيد قوي يعني، بس ببقى عامله حسابي برضو. وهنا بحاول بقى اكتف الاوراق، بدخلها كده في الفتحه بتاعت الخلفيه دي كده، وبعد كده بجيب خلة السنان وبقوم قافله الحمامية من 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 ظهرها ومن زورها، علشان وانا بحطها في قلب الشوربة مفيش رز يطلع منها في قلب الشوربة وشكلها ما يبقاش احسن حاجة يعني. هنا هعمل معاكم واحدة تانية اهو، بحط الرز في بطنها، وبعد كده يا جماعة الجزء اللي هو في الرقبة بيبقى فاضي، يعني بيبقى مخلي علشان نحط فيه رز. فانا بعمل ايه، بشيل منه، بتبقى الرقبة بتاعت الحمامية يعني موجودة، فانا ممكن اشيلها خالص، عشان اخلي الحتة بتاعت الزور دي المكان بتاعها كبير، واملاها واملاها رز كده، بتبقى شكل الحمامية لما بتستوي بتبقى شكلها افضل في التقديم، بيبقى شكلها مميز وافضل يعني. وطبعا لو انتوا حابين، لو مش حابين وحابين تسيبوا الزور فيها براحتكم اهو. بصوا ده انا كده شلته الزور، وبقى عندي زورها اهو فاضي اهو، كل ده فراغ فاضي ممكن احشيه بحشيه بالرز لحد وانا نازله على الصدر بتاع الحماميه من قدام. بفضل بقى يعني احط فيه رز، بس طبعا ببقى حاطه بكميه انا يعني بنبقوا عارفينها ان هي مش مليانه اهي. بصوا زي ما بوري حضراتكم، مش مليانه لدرجه ان هي تبقى مليانه على الاخر، ما بقاش مديالها فرصه للسوا فتفرقع مني، لا ببقى سايبه لها براح، وبقفلها بقى بخله السنان من فوق خالص كده اهي. بصوا سايبه لها براح ازاي، عشان لما الرز يكمل سواه ما تنفجرش ويبقى شكلها معايا مش احسن حاجه في التقديم. هنا خلصت بقى ال3 حمامات معايا اهو، حطيت بقى ميه هنا للحمام تغلي، وهحط فيها شويه ملح طبعا، وشويه فلفل اسود، وشويه سبع بهارات، وهجيب ورق لورا، كم ورقه كده، وهحطهم برضو في قلب الميه، واسيبها بقى لحد ما تغلي. وبعد كده هسقط الحمام بتاعي لحد ما اللهم صل على النبي، لحد ما اسيبه عادي يستوي براحته،
وطالما انا واثقة من حشوتي له وعارفة ان انا مش ملياه على الاخر، هبقى متأكدة بإذن الله ان انا لما اجي اطلعه بعد ما يستوي ان مفيش اي حاجة تبقى مفرقعة منه. بس هنا سقطته اهو زي ما حضراتكم شايفين، وهغطيه بقى بغطا الحلة واسيبه بقى مع نفسه. هنا كانت المكرونة اتشمعت وخلاص، حطيت لها الجبنة الموتزاريلا، وهنا كانت خدت اللون اهي من تحت الشواية. بس لونها في منتهى الجمال، بألف هنا وشفا. وبعد كده طبعا كانت الوراك عندي استوت، طلعتها، والحمام كمان كان استوى بعديها طبعا بشوية، وطلعتهم اهو الحمامات. بصوا الله اكبر، مفيش اي حاجة مفرقعة ولا في اي حاجة رز باظظ ولا طالع من مكانه. بشيل بقى خلة السنان خالص اللي انا كنت سادة بيها الجزء اللي من تحت والجزء اللي من فوق اهو. بصوا بقول لكم، بصوا مفيش اي حاجة فيها ما شاء الله، ولا مفرقعة ولا في اي حاجة فيها طالعة ولا مختلفة. والوراكة هي خلاص استوت، طلعتها هي كمان، بس مستنية الزيت يسخن وبعد كده هحمر الحمام بتاعي واحدة واحدة كده. وهنا بعد ما حمرت الحمام وحمرت الوراك وسويت بقية الرز اللي كان فايض من الحمام، بألف هنا وشفا. اتمنى يا رب ان الطريقة تعجبكم وتنور رضاكم، وتبقى طريقة سهلة وبسيطة. اللي حابب يطبقها منكم ما تنسوش تعملوا لي لايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. واتمنى يا جماعة بالله عليكم ان انتوا تشيروا الفيديو كتير لو سمحتوا. يا جماعة شيروه واعملوا له مشاركة عشان القناة تكبر بيكم ومعاكم لو سمحتوا، مش فضلا وليس امرا منكم. بصوا المكرونة تحفة تحفة تحفة، بألف هنا وشفا يا رب. واتمنى ان اكلتي البسيطة السهلة دي تعجبكم وتنور رضاكم، واشوفكم بكرة على الف خير في فيديو جديد. مع الف خير وسلامة.